يسرنا اليوم أن نعلن عن تدشين عمل بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز حضور قضيتنا الوطنية على الساحة الدولية وتوطين علاقاتنا مع المجتمع الأمريكي ومؤسساته السياسية والفكرية. إن افتتاح هذه البعثة يأتي تجسيدا لإرادتنا السياسية الراسخة في تمثيل شعب الجنوب وقضيته العادلة وتوسيع دائرة التفاعل الإيجابي مع الشركاء الإقليميين والدوليين. نؤكد التزاما بالعمل البناء والمسؤول، ونتطلع إلى شراكة فاعلة في تعزيز السلام والتنمية في الجنوب والمنطقة عموما. ولا يفوتنا هنا في هذا المقام أن أشيد بكل فخر واعتزاز بكل الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها فريق عمل المجلس الانتقالي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشيد بدور الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية المتميز، والذي تؤدي دورها على أكمل وجه منذ انطلاق الحراك الجنوبي إلى هذه اللحظة. نهنئ أنفسنا ونهنئ أبناء شعبنا الجنوبي البطل في هذه الخطوة الهامة والاستراتيجية في فتح مكتب تمثيل للمجلس الانتقالي لتمثيل شعب الجنوب وقضيته العادلة في هذه العاصمة. وإن شاء الله إن هذه المكاتب ستفتتح في أهم عواصم العالم، وذلك لتوصيل قضيتنا وإرادة شعبنا إلى أن نستعيد كافة حقوقنا على أرضنا وعاصمتها عدن كاملة السيادة.